تطوان هي مدينة تقع في شمال المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تشتهر تطوان بتاريخها الطويل والغني، حيث تعود أصولها إلى العصور القديمة، كما استمرت في أن تكون موقعاً استراتيجياً هاماً خلال العديد من الفترات التاريخية. تطوان مدينة ثقافية متنوعة، تتميز بمزيجها الفريد من الثقافات الأمازيغية والعربية والأندلسية. تشتهر مدينة تطوان بتنوع ثقافي فريد، حيث تشكلت على مر العصور بفضل التقاء الحضارات الإسلامية والأندلسية والأوروبية. من أبرز معالمها المدينة العتيقة، التي تحتفظ بطابعها التراثي الأصيل وتضم أزقة ضيقة ومنازل تقليدية. تعتبر الأسواق الشعبية في تطوان مكاناً يعكس الحياة اليومية والتقاليد المحلية، حيث يمكن للزوار اكتشاف الحرف اليدوية مثل النسيج والفخار. بالإضافة إلى طابعها التاريخي، تشتهر تطوان بجمال طبيعتها الخلابة، حيث توفر جبال الريف والبحر الأبيض المتوسط خلفية ساحرة للمدينة. تشكل شواطئ مارتيل وكابو نيغرو القريبة وجهة مفضلة للسياح للاستمتاع بالشمس والبحر. كما تحتضن المدينة مهرجانات ثقافية وفنية مثل مهرجان الموسيقى الأندلسية، الذي يعزز من مكانتها كمدينة تحتفي بالفن والتراث. تطوان أيضا تعتبر مركزا للتعليم والفكر، حيث تحتضن جامعة عبد المالك السعدي، واحدة من أبرز الجامعات المغربية. كل هذه العوامل تجعل من تطوان مدينة تجمع بين الماضي والحاضر، وتقدم تجربة فريدة تجمع بين التاريخ، الطبيعة والثقافة. قصر تطوان هو أحد المعالم التاريخية البارزة في المدينة، ويعود تاريخه إلى الحقبة الأندلسية. يقع القصر في المدينة العتيقة، وهو جزء من التراث المعماري المتميز الذي يجمع بين الطراز المغربي والأندلسي. يتميز القصر بتصميمه الفريد وزخارفه الدقيقة، التي تعكس التأثيرات الثقافية المتنوعة التي مرت على المدينة، بما في ذلك النقوش الجصية والأقواس المتعددة. غالباً ما كان يستخدم القصر كمقر للحكم أو للإقامة الملكية، وهو شاهد على فترات متعددة من التاريخ، بدءاً من فترة الاستعمار الإسباني حتى الاستقلال.